السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني كتير. وبشكر كل اصحابي واخواتي اللي كانوا بيسألوا عني وعن غيابي. انا مش عارفة اقول لكم ايه، ربنا يا رب يديم فرح لمتنا مع بعض كده وما نتحرم منكم ابدا يا رب ولا من سؤالكم عليا. النهارده بقى هعمل لكم كفتة رز مع شوربة القلقاس. شوربة القلقاس سهلة طبعا، ما فيهاش حاجة، بس هي بتطعمها قوي الكفتة دي. انا بصراحة لما بحطها معاها بتدي طعم حلو. فهنعملها مع بعض النهارده، بس انا هوديها للراجل مش هعملها في البيت. اول حاجه بعملها، بجيب كيلو من الرز، ببتدي اغسله كويس وانقعه في الميه. اهو بقى جميل خالص وشرب ميته. هبتدي بقى اصفيه من الميه اللي فيه دي، وهجيب صينيه وافرد عليها فوطه نظيفه تكون ناشفه، وهبتدي انزل الرز عليها علشان يشرب الميه اللي فيه، علشان ما يعجنش معايا ويعمل الكفته تبقى طريه قوي. فانا هسيبه كده عشان يشرب الميه بتاعته على جنب، ويتهوى من المية الكتير او الزيادة اللي فيه. وهبتدي اجهز الخلطة بتاعتها عبال ما هو يبتدي يشرب المية. معايا نص كيلو من المفروم، معايا ربطتين بقدونس، على كزبرة، وبصلتين متوسطين، واربع خمس فصوص توم، وتوم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، بابريكا، كمون، حبهان مطحون، سنة قرفة. كل التوابل اللي عندك حطي منها، والملح طبعا على حسب ما انت تقديرك ليه كده. انت بتحبي الاكل حادق، بتحبي الاكل متوسط، بتحطي الملح حسب الرغبه. هنا الرز بتاعي اهوت نزل ميته كلها على الفوطه، بدأ اهوت يبقى ينشف معايا ويشرب الميه اللي فيه. هبتدي بقى انزله في العلبه اهوت اللي انا هوديها، وهحط التوابل والبصله بتاعتي. وهجيب اللحمه والبقدونس والكزبره. الكزبره كمان اهيت بقطعها يا دوبك بالسكينه كده تقطيع عشوائي، علشان بس لما تتحط في المكنة. وهنزل عليها اللحمة. طبعا اللحمة زي ما قلتلك بيفضل اللي هي الجملي، بس هو دلوقتي ما عادش حد بقى بيدقق، احنا جايبين عادي لحمة من عند الهايبر عادي، او انت عايزة تجيبي من عند الجزار زي ما انت تحبي، يعني كل واحد حسب مقدرته. وطبعا يفضل ان يكون فيها نسبة دهنة، لان الكفتة دي برضو زي الكفتة الحاتي بتحب برضو نسبة دهنة فيها. اهيت انا وديتها للراجل فرمها لي وجابها. العجينه ما شاء الله جميله جدا، ولا هي طريه قوي ولا هي ناشفه، ونعومتها برضو كويسه معايا في ايديا اهيت. هجيب بقى حبه زيت، ابتدي اعوز كده كف ايدي بيها، وهبتدي اعمل كور كور متوسطه. ما تحاوليش تكبريها قوي علشان هي كده كده حجمها بيزيد، عشان الرز طبعا لما بيستوي في قلبها بيزيد. فعشان ما تبقاش كبيرة معاكي لازم تعمليها كور متوسطة. وفي بيعملوها اللي هي الشكل التاني اللي هو الصوابع، بس انا بحب الصوابع دي بتبقى في الطبيخ اكتر، لكن دي مع الشوربة علشان تبقى مع القلقاس متناسقة مع مكعبات القلقاس. ونسيت اقولك ما تنسيش تحطي حوالي يعني ربع معلقة او حبة في طرف المعلقة الشاي كربوناتو، علشان يديها الطراوة والهشاشة بتاعها، ما يبقاش ان هي مكتومة كده زي ما بيقولوا زي العجين المكتوم، لا. ده بيخليها تبقى طرية، بس ما تزوديش علشان خاطر ما تفتحش منك، لان الكربوناتو لو زاد هتبصي تلاقيها تفتح منك وما تستويش معاكي كويس، يعني تبتدي بقى تلاقيها مفتحة كلها وشكلها مش حلو. انا بعمل الكور اهيت، بحاول هعمل كمية على قد اللي انا هطبخه النهاردة، علشان مستعجلة عشان الحق اعمل الاكل. فانا هبتدي اعمل حبة واجهزهم اللي هو هستعملهم النهاردة، والباقي هشيله في اكياس. هو ممكن تشيليها متحمرة، ممكن تقطعي كل الكمية، سواء بقى الشكل اللي هو الصوابع او الشكل اللي هو الكور ديت. وببتدي احمرها كلها واقسمها في اكياس واشيلها في التلاجة. بس هي الاسهل ان انا لما بشيلها كده عجينة واطلع الكيسة وقت الاستعمال، ابتدي برضو اكوره زي ما عملت كده، او اعمله الصوابع حسب الشكل او الطبخة اللي انا هعملها. وببتدي احطها واحمرها برضو وابتدي اسويها. وفي حبة بعملهم زي الطعمية، زي قرص الطعمية كده المدورة دي المحشية، وبعمل لها برضو خلطة بصل على كزبرة ناشفة على كزبرة خضراء وشوية توابل وملح. وببتدي اعملها برضو زي قرص الطعمية، واسلقها الاول في مية وملح وبعدين احمرها. بيبقى طعمها جميل جدا برضو، بتتاكل جنب الاكل كده بتبقى حلوة قوي. فانا هوت هبتدي بقى احمرها. انا حطيت بقية الزيت اللي انا كنت بعوز ايدي منه،
وحطيت عليه معلقة سمنة. عايزة تقلي في سمنة صافي تمام، عايزة تقلي في زيت صافي مفيش مشكلة. عايزة تعملي زي كده تحطي حتة وحتة، كل واحد حسب بيته، حسب الحاجة اللي هو بيرتاح فيها والطعم اللي هو بيحبه. أنا عامةً حتى في الطبيخ بتاعي باعمل كده، باحط مثلًا زبدة على زيت أو سمنة على زيت حسب الموجود عندي. هو بيقول لِك الصحّي أكتر إن أنتِ تطبخي بزبدة أو سمنة فلاحي، بس طبعًا الأسعار دلوقتي ربنا يعيننا جميعًا يا رب. أمّا تحطيها كده ما تقلّبيهاش خالص ولا تيجي يمّها غير لمّا تبتدي تشمّع من تحت، علشان أنتِ لو جيتِ تقلّبي فيها دلوقتي هتلاقي المعلقة تدخل فيها وتبتدي تفتّحها معاكِ، لكن أنتِ سيبيها لمّا تنشف خالص، تأكدي إن هي بدأت تتحمّر أهوّة شايفة كده، بالراحة تسلّكي كده بالمعلقة اللي تلاقيها تتحرّك معاكِ، ابتدي بقى قلّبيها، إنّما غير كده ما تجيش يمّها عشان المعلقة ما تغرسش فيها وتفتحها. بالراحة كده أهوّة. واحدة بُصّي كانت طرية المعلقة جات فيها بس هُم الولاد بقى بيعشقوها، هياكلوها منِّك وأنتِ بتحمّري من حلاوتها. بس هي بصراحة العجينة طلعت كده معايا مضبوطة أوي وملمسها حلو، وأنا عملتها وِش واحد في المكنة، ما عملتهاش يعني. أنتِ بقى حسب وأنتِ عند الراجل شوفيها في إيدِك، لقيتيها خشنة أوي، الرز مثلًا ممكن يكون معاكِ ما بَشّ أوي، ممكن يكون الرز ما شربش مَيّته كويس، فطلعت خشنة معاكِ، ممكن تقولي له اعملها لي فرمة كمان وِش تاني، هو كده بيبقى نفس السعر عادي، هو نفسه بيسألِك عايزاها وِش واحد والّا وشين؟ فأنا باقول له اعملها لي وِش واحد أمّا أشوفها، أمّا بيطلّعها بيورّيها لي، لأ حلوة تمام، لأ لو أنا عايزاها وِش تاني لقيتها خشنة شوية زي ما قُلت لِك الرز بتاعِك ممكن يكون ما شربش المَيّة كويس أو أنتِ ما حطيتيلوش المَيّة الكافية اللي هو شربها، فأنتِ بتلاقيها خشنة معاكِ قولي له لأ ممكن لو سمحت تعمليها لي وِش تاني، فأنا كده طلّعتها لونها كان جميل، هابتدي أعمل بقى شوربة القلقاس، باجيب مَيّة واحط فيها بصل وباحط فيها طماطم وباحط كام ورقة لورا، ما باحطش بقى توابل تاني أكتر من كده، لو عندِك حبهان من اللي هو الحصى ممكن تحطيه برضه في المرحلة دي، بس اللي أنا عندي مطحون، باجيبه مطحون عشان لو عوزت أحطه زي ما أنا حطيت كده مع الكفتة عادي ما يهمنيش، أو أحطه مع أي حاجة ما يهمنيش ما يبانش طعمه، أنا عندي دايمًا تيجي مع حظ جوزي يعني، فبطلت أجيب اللي هو الحصى باحط اللي هو الناعم ده. وبابتدي أنزل باللحمة بتاعتي لمّا المَيّة تغلي، اللحمة دي لحمة أُضحية يا جماعة من بنات عمي، ربنا يا رب كده يديهم الصحة ويرحم أزواجهم ويبارك في أولادهم وما يقطعلهمش عادة أبدًا، فربنا يا رب يرحم أزواجهم ويعيشوا ويترحموا عليهم، هي لحمة الأُضحية بيبقى لها طعم تاني في الطبيخ سبحان الله. كل سنة وأنتم طيبين ويجعل أيامكم كلها عيد وما يحرمكوش من حبايبكم أبدًا، ويخلّي الوِد والاتصال دايمًا يا رب بحبايبكم دايمًا يا رب على خير. أنا بابتدي أقُش الريم بتاعها، ما ينفعش إن أنا أسيبه خالص على قد ما أقدر، كل أمّا تطلّع ريم أبتدي أشيله، لإن الريم ده طبعًا مش حلو، في ناس بتسيبه بس لأ، هو بيبقى فيه زفارة اللحمة، في أي حاجة مش كويسة موجودة بتعمل. باحط التوابل بتاعتي، بس ما باحطش الملح، أنا باحط بهارات وباحط كزبرة وباحط فلفل أسمر وباحط جنزبيل، لكن أنا ما باحطش الملح دلوقتي. هاسيبها بقى واغطّيها واسيبها تستوي خالص على نار هادية، هي بدأت أهيّة، هابتدي أطلّع الطماطم بتاعتي علشان ما تتهريش في قلب الشوربة، أنا باضربها في الخلاط وبارجع أحطّها تاني، ما باسيبهاش يعني أو ما بارميهاش، أنا باضربها بتدّي لون حلو للشوربة وطعم، بس أنا باسيبها كده معاها الأول تتسلق، وهاجيب طبق تاني أطلّع فيه البصل برضه عشان ما يتهريش، لإن أنا ولادي بيحبّوا ياكلوه مع الرز، أنا باعمل جنبه رز أبيض، فأنا هاجيب طبق أطلّع فيه البصل وأنا زوّدت الشوربة كده مَيّة وهاسيبها بقى تستوي تكمّل سواها، وهنا قطّعت ربطة كزبرة، باخد عليها كبشتين شوربة كده وهاضربها في الخلاط. زمان أيام ماما الله يرحمها كنا الأول بنقعد ندقّها في الهون لحد ما ننعّمها أوي، وبعدين نصفّيها ونعصرها من المَيّة اللي طلّعتها، ونبتدي بقى ننشّفها خالص ونحمّرها، لكن إحنا دلوقتي بنستسهل بقى، إحنا بنضربها في الخلاط بشوية شوربة وبابتدي أصفّيها في المصفى بتاعتي، أنزّل الشوربة اللي فيها خالص، ابتدي أعصرها جامد ما اخلّيش فيها مَيّة، لإن أنا هاحمّرها في سمنة، فعلشان كده ما تبقى ناشفة خالص، وهاسيب الشوربة كده تستوي على جنب، أحط بقى الملح بتاعي عشان أنا ما كنتش حطيته، أنا قُلت لِك أنا ما باحطش الملح في الأول عشان اللحمة تستوي كويس، لون الشوربة بتاعي بقى مخضر كده من شوربة الكزبرة اللي أنا حطيتها.
هشوف اللحمة بتاعتي برضو استوت ولا لأ. بسم الله ما شاء الله، ناعمة جدا، دايبة خالص اهيت. مش هتعوز اكتر من كده لان انا لسه كمان هحط القلقاس وهحط الكفتة، فهسيبها شوية كمان على النار، لكن هي كده كويسة قوي. هبتدي بقى انزل القلقاس بتاعي. القلقاس ده انا مفرزاه، انا بجيبه واقطعه وبجيب ميه سخنه واحطه فيها واقلبه شويه على النار، يعني غلوه واحده، واروح طافيه واروح على طول مصفيه من الميه السخنه دي، واحط عليه ميه ساقعه واصفيه منها تاني. واول ما يبرد ببتدي اعبيه في اكياس وبشيله وقت العوزه بطلعه. وهحط بقى الكباب اللي انا كنت محمراه، هحطه معاها. اللهم بارك، الحله ما شاء الله البركه حلت عليها، زادت قوي. بس هي بعد شويه اما القلقاس هيشرب والكباب هتبتدي الميه دي تقل معايا. ما شاء الله، دايما ذكر الله بيخلي الحاجه فيها بركه يا جماعه. طول ما انت واقفه بتطبخي كده اذكري الله، سبحي، استغفري، احمدي ربنا على النعمه، فهتبصي تلاقي ربنا يبارك لك فيها كده، يعني تكفي من الحبايب الف. اتفضلوا معانا. هبتدي اجيب الطاسه بقى عشان اعمل التقليه اللي انا بقولك عليها ديت. هي بتبقى قريبه شويه من بتاعه الملوخيه، بس هنا بنحط بقى كزبره خضراء مع الكزبره الناشفه ومع كام فص توم. ما بحمرش التومه قوي علشان ما تمررش، لان لسه هحط الكزبره عليها وهتكمل تحمير، فانتي بس يا دوبك هتدبل كده في السمنه. وهبتدي انزل عليها على طول الكزبره اللي انا عصرتها اهوت. هبتدي بقى افكك بالراحه الكزبره لان عصرتها جامد من الشوربه اللي كانت فيها. هبتدي بقى اقلبها كده في السمنه والتومه. انا زودت لها معلقه سمنه فلاحي لان حسيت ان الكزبره شربت السمنه، فقلت عشان تتحمر وتبقى طعمها حلو زودت لها معلقه سمنه فلاحي. وهبتدي اقلب فيها لحد ما تبتدي تنشف معايا من الميه اللي فيها خالص. وهحط عليها معلقه كزبره ناشفه. اما بتتحمر برضو الكزبره الناشفه بتدي ريحه كده ونكهه جميله للشوربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهيت هبتدي بقى انزلها كده في الحلة بالراحة. اللهم بارك. الحلة ما شاء الله مش بتقل بتزيد. اللهم بارك. انا كانت والدتي بتقطع بعض قطع الدهنه كده بتاعت اللحمه وتحمرها مع الكزبره والتومه دي، بصراحه كانت بتنقل الطعم خالص. بس طبعا دلوقتي بقى الناس بتخاف من الكوليسترول والضغط. بتوع زمان ما شاء الله عليهم يعني كانوا بياكلوا الحاجات دي والحمد لله كان ربنا مديهم الصحه. الله يرحمك يا ماما ويسامحك، كان فعلا بيبقى لها نكهه وطعم تاني خالص. بس يعني الحمد لله. وانا بعمل جنبها رز ابيض عادي، كوبايه رز قصادها كوبايه ميه وبشوية الملح بتاعك، ممكن ورقتين لورا، بألف هنا وشفا.